مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء الى كلام مباشر، وضيفي في هذا الجزء الاستاذ زكريا بالخير، البرلماني رئيس لجنه التربيه بالمجلس الشعبي الوطني وعضو صياغه قانون تجريم الاستعمار. استاذ بالخير، مساء الخير، مرحبا بك. وبك مرحبا، مساء النور. انت معنا هذا المساء بعد مصادقه نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاربعاء بالاجماع على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وهذا القانون يتضمن 27 مادة قانونية تجرم فرنسا الاستعمارية وتطالبها بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن قرن و32 سنة من الاستعمار الوحشي، لتسجل بذلك للمرة الأولى هذه الخطوة أو المبادرة، تسجل خطوة إضافية أو رسمية لتجريم هذا المستعمر بعد سنوات طويلة من حبس هذا القانون وبقائه رهن الأدراج. فعن هذا القانون كما قلت والمصادقة عليه بعد تحريره هو أيضا التحرير والتجريم، نناقش هذا الأمر. طيب أستاذ زكريا بالخير، تعرف أنا في البداية عندي إحساس شخصي أنني كنت متشائم عندما قلتم بأنكم سوف تحركون هذا القانون أو مشروع هذا القانون، وكنت أنتظر اتصالات هاتفية للضغط عليكم وبقاء هذا القانون رهينة الاتصالات الهاتفية والضغوطات. فما الذي، وربما بزاف كانوا يشاطرونني نفس الرأي إلى أن شاهدنا القانون يتحرك بشكل جدي وملموس، فما الذي تغير؟ وسألتك هذا السؤال سابقا، هل غابت الاتصالات والضغوطات وتراجعت أم حضرت الإرادة التي غطت على هذه الضغوطات؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أخي غادة، اليوم أني فرحان بزاف 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 بزاف. صح نقدر نقولوا اليوم هذا عرس، هذا حدث تاريخي عشناه قبل سويعات في المجلس الشعبي الوطني، حدث يكتب بماء العيون ويخلد في سجل التشريع الوطني ولله الحمد. الغريب في الأمر أني، أو ربما ما يميزني عن بقية زملائي والكثير من الطبقة السياسية، أنني في كتلة معارضة لكنني كنت أكثر المتفائلين بتمرير هذا القانون. يعني ببساطة كنت أرى بوضوح يعني أنه تغيرت الذهنية على الأقل في جانب الندية مع ما يسميه السيد رئيس الجمهورية بمستعمر الأمس. لاحظت أنه رئيس الجمهورية صادق جدا في قضية ملف الذاكرة، وحامل هم ملف الذاكرة بكل أمانة وبكل صدق ومؤمن به، ورأيت كذلك رغبة في التعامل بندية ورغبة في التغيير والتجديد. كان فقط الشيء اللي يخليني دائما نقول أنه إذا تعطلت الأمور هي إكراهات التي قد تعيشها الجزائر دوليا وخارجيا، لكنني كنت واثق جدا أنه كانت كاينة نية وكانت كاينة إرادة، وواثق كذلك بصفتي كسياسي وكمناضل أنه ملفات مثل هذه لازم لها دائما تراكمات نضالية. واحنا تعلمنا في حقلنا السياسي انه يجب علينا، نحن مطالبون باتخاذ الاسباب وليس بالنتائج. والدليل اليوم كان يجلس على شمالي اصحاب المبادرات الاربع السابقه، صحيح. توجت بمبادرتنا الخامسة ثم المبادرة السادسة التي تم إعادة صياغة قانون من جديد بمشاركة كل الكتل البرلمانية حتى يمثلون الإجماع ويمثلون. وتعرف في المبادرات السابقة سيد زكريا بالخير لم تكن الإكراهات الخارجية أو الضغوطات هي التي تمنع خروج القانون إلى النور، ولكن ربما البعض كان يقول أن الجزائر غير مستعدة لأن تزعج فرنسا أو تقول لها أنت مستعمرة وبالتالي عليك أن تعترفي وتقدمي تعويضات لضحايا هذا الدمار، هذا الاستعمار الوحشي، بل أن هنالك بعض الأصوات كانت تقول ما الذي سنستفيده من اعتذار فرنسا عن جرائمها؟ يعني ما الذي سوف يتغير؟ نعم، هي دائما يعني العاجز يسفه كل مشروع يعجز عنه، واحيانا الذي يكون متاثر بلوثه فكريه كذلك يشيطن كل مشروع يراه أو مشروع يفضحه. يعني سمعت اليوم من زملائنا في العهدات القديمة كل شخص كيف كانت تجربته، كل شخص الإكراهات التي عاشها. لا يعني أنا قلت سابقا معك أنه لن نزايد على السلطة قديما والإكراهاتها، لكن هذا لا يمنعنا من أن نقول أنه كنا نعيش عهدا كانت فيه الكثير من السلوكات التي لا نرضاها، والسلوكات المؤلمة والمشينة، والكثير من السلوكات التي كانت تهين وتنقص من شأن الجزائر.
أنا إذا بقينا نحكوا على الإكراهات وعلى الضغوطات وعلى الوضع، لا أعتقد أنه ما عاشته الجزائر قديما من إكراهات هو أكثر صعوبة مما نعيشه اليوم. أولا وأخيرا يجب أن تكون هناك إرادة سياسية. يعني أحد الزملاء استغربت، يعني قال: تم فصلي من الحزب الذي أنتمي له بمجرد أن تقدمت بهذا القانون. هذا أمر غريب، يستحيل أن نراه في هذه العهدة. نقول ونكرر، وهذا ما يجعلنا نقول بأن ليست الإكراهات فقط هي موجودة، نعم. ولكن علاقة بعض الأطراف السرية نعم. والمصلحية مع فرنسا في أنهم لا يفكرون أصلا، لا يتجرؤون على التفكير في تجريمها أو حتى إدانتها ومطالبتها بالتعويض. ما فيش إرادة سياسية لدواعي عديدة. ربما هناك بعد إيديولوجي، وربما هناك مصالح كانت تربط كان بعض الأشخاص يعني عندهم ارتباط إن صح التعبير عضوي بالدولة الفرنسية. اليوم نحن نعيش مع سلطة متحررة لا تملكها أي مصالح مع هذا الطرف، يعني ومستعدة للتضحية، وكانت واضحة. يعني ما جعلني أتفائل هو يعني ليس مجرد عواطف فقط، يعني كانت قراءات، كانت أحداث كثيرة كنا نشوف فيها رأي العين، وشفنا محاولات حثيثة في التعامل بندية، وهذا ما جعل اليمين المتطرف والأصوات العالية في فرنسا يجن جنونها. وأنت تشاهد أخي قادة على مدار هذه السنوات كل يوم نرى شطحة جديدة، نرى خرجة غريبة من قوى سياسية يمكن القول أنها صارت نافذة جدا اليوم. يعني هكذا لا نبرئ السلطة الفرنسية رسمية. هذه التصرفات وهذه الشطحات سببها أنه الطرف الآخر شعر أنه كان ندية وكاين إرادة حقيقية صحيح. في إصلاح العلاقة. لأننا نحن في هذا القانون واش رانا نقولوا؟ احنا ماناش حابين نوتروا الأمر، ماناش حابين نشنجوا الوضع، بالعكس تماما. نحن نريد أن نصحح العلاقة الفرنسية الجزائرية، نحن نريد أن نصلح خللا دام على مدار عقدين من الزمن، ونريد أن ننظر إلى المستقبل من خلال تنظيف جراحات الماضي وخياطتها وهي غير متعفنة. ننظر إلى الأجيال القادمة. نحن نراهن على جيل جديد ينمو في فرنسا، متخلص من الذهنية الكولونيالية، متخلص من هذه الكراهية، ونريد أن تتعايش الأجيال بسلم وبأمان وفي استقرار، ولكن ليس على حساب الطرف الجزائري. انتظرنا طويلا منذ قام البرلمان الفرنسي بتمجيد الاستعمار الفرنسي في 2003 حتى 2025. أنت قلت بأن المرحلة أيضا شجعتكم ربما على التقدم بهذه المبادرة. هذا فيه أيضا استغلال، وهذا إيجابي يعني. نعم. استغلال مشروع لهذه القطيعة التي وقعت بين الجزائر وباريس لأسباب كثيرة. ويمكن القول أيضا زكريا بالخير شكرا لبرونو روتايو. نعم. لأنه لم يتراجع عن نعم. كره الجزائر ولا توجيه غلوه ضدها، لأنه بسبب هذا التمسك، هذا التطرف هو الذي جعل الجزائر تتمسك ربما أيضا بهذا القانون. نعم. تجريم الاستعمار. نعم، مثل ما أسلفت في 2005 يعني تم تمجيد الاستعمار الفرنسي بكل وقاحة. يعني هذا يعني إمعان، والطرف يعني يوغل ويمعن في إذلال الجزائر وفي إذلال السلطة الجزائرية، وكان ينبغي أن تكون ردة فعل قوية. كانت هناك في ذلك الزمن ردة فعل من طرف حزب سياسي، من طرف نخبة سياسية، لكن السلطة الحاكمة لم تتجاوب. حكينا الأسباب الكثيرة اللي نعرفوها واللي ما نعرفوهاش، ولكن أثبتت التجربة أن الصمت ليس حل في إصلاح العلاقة الفرنسية الجزائرية، وأن التغاضي صحيح. والتغافل لن يكون حلا إلى الأبد. لهذا اليوم هذا حق جزائري. الحسنة الوحيدة في اليمين وأمثاله أنهم يظهرون الوجه الحقيقي من دون مساحيق تجميل للذهنية الكولونيالية التي للأسف لا زالت متمكنة من دواليب السلطة، لا زالت راسخة، وهي بحاجة إلى العودة إلى ذهنيتنا التحررية، إلى فكرنا التحرري. وهذه الدولة بنيت على عقيدة ثورية، عقيدة تحررية. تاريخ الجزائري ورصيدنا التاريخي الذي جعله يشار إلينا بالبنان. الجزائر كانت تسمى قلعة الثوار وقبلة الحركات التحررية. اليوم الجزائر من خلال هذه الخطوة يعني لا تبتكر
ولا تبدع، هي فقط تعود إلى أصلها، تعود إلى خطها الأصيل الذي انطلقت منه، وتؤكد وفائها إلى خط نوفمبر، إلى تضحيات هذه الشهداء والمجاهدين الذين رأينا دموعهم من بقي حي منهم، وهذا فضل من الله عظيم. لهذا الجزائر كل ما فعلته صائب في إطار قانوني، في إطار صحيح. ما هو متفق عليه في اللوائح الدولية والقانونية، وهو سلوك حضاري بامتياز. طيب واقعيا ما الذي يمكن أن يحدثه هذا القانون بعدما تمت المصادقة عليه؟ التجريم هو عنوان كبير، ماذا عن المواد التي تضمنها؟ هل هذا القانون سوف يعني يدفع فرنسا إلى الاعتذار، إلى تقديم تعويضات، أم أن الأمر منوط بظروف أخرى ومسببات أخرى؟ نعم، سؤال جيد أخي قادة. يعني هكذا حتى الرد. يعني قلت لك الإنسان إما يشيطن المبادرة، إما يسفهها، إما يثبط بإفراغها من محتواها. أولا يجب أن لا نستهين بالانتصار السياسي وبهذه الخطوة. نحن كجزائريون، وأنت شفت اليوم الاحتفاء الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف الأكثر الناس تشاؤما، اليوم الجميع يحتفي بهذه الخطوة. ومجرد أن تعود الثقة بين الحاكم والمحكوم، أن يثق الشارع الجزائري في السلطة ويستوعب أن السلطة الحاكمة صادقة وجادة في نديتها مع هذا الطرف في وفائها لملف الذاكرة، هذا انتصار كبير، وهذه خطوة كبيرة، وهذا حدث تاريخي سوف يؤرخ ولا يمكن تزويره أو التغاضي عنه. هذا الانتصار السياسي بطبيعة الحال له تأثير، وهو حرب نفسية سوف يهزم الطرف الآخر، سوف يجعل الطرف الآخر يتأكد اليوم، لأن الجزائر ما قدمتش شعارات اليوم، قدمت قانون وهو مقترح أتى من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني، تم المصادقة عليه بالإجماع، تم الاحتفاء عليه. هذا مقترح القانون فيه العديد من الآليات والعديد من الإجراءات الميدانية التي هناك فصول موجهة للداخل، مثل الفصل الرابع الذي هو فصل جزائي وعقابي لكل من يشيد ب يعني حتى الأسماء التي تراهن عليها فرنسا في الداخل الجزائري، هذا الفصل سوف يعتني بها وسوف يؤدبها وسوف يقلم أظافرها. الفصل الثالث يمكننا نقول أنه موجه للدولة الفرنسية، فيه مواد بالغة الأهمية. يعني فيه مادة صريحة تقول أن الدولة الجزائرية سوف تعمل على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية من أجل تحقيق مطالب هذا القانون، وتحمل المسؤولية كاملة للدولة الفرنسية على الجرائم التي ارتكبتها، وتدين هذا الاستعمار من 1830 إلى 1930 وتعتبره حرب إبادة جماعية لا يسقط بالتقادم. وهناك مواد واضحة وصريحة كانت تطالب بتنظيف المقابر النووية وتسليم خرائط التفجيرات والألغام، بتعويض ذوي الضحايا التفجيرات النووية، باسترجاع الأموال المنهوبة للخزينة، باسترجاع الأرشيف المنهوب. ولدينا تراث كذلك مادي ولا مادي، والتزمت الدولة الجزائرية بأن لا تتنازل عن حقها في الاعتراف والاعتذار، وكذلك هذه النقاط التي تعتبر تعويضات مادية تحدث عنها في الفصل الثالث. ويمكن القول بأن هذا القانون أيضا، أو نتساءل ما تأثيراته على لجنة الذاكرة. تعرف بأن الجزائر وباريس فتحت ملف الذاكرة، وصحيح أنه معطل لأسباب سياسية ومشاكل تحدث هنا وهنالك، ولكن الملف تم تعيين لجنة ثنائية أنتم استقبلتم رئيسها من الطرف الجزائري الدكتور الحسن زغيدي صباحا، وكان هذه أيضا فيها رسائل رمزية، وقمتم بتقديم العلم الوطني، الراية الوطنية اللي هو شفنا هذا في أجواء احتفالية. ولكن ما تأثير هذا القانون على ملف الذاكرة الذي يشتغلون عليه الآن؟ هل سيتغير، يعني تتغير التفاصيل، يتغير شكل المفاوضات أم ماذا؟ يعني قبل أن آتي إليك أخي قادة، كان آخر لقاء قد جمعني بالسيد زغيدي، وكنا تبادلنا أطراف الحديث، وقال يعني بعدما أثنى على هذه المبادرة وعلى النواب وعلى لجنة صياغة القانون، قال أنكم قدمتم لنا خدمة كبيرة في لجنة الذاكرة، لأنه قال في لجنة الذاكرة في اجتماعات الثنائية التي كنا نقوم بها، كلما وصلنا إلى نقاط متقدمة تحجج لنا الطرف الآخر بأن هناك قوانين فرنسية تمنع
مثلا قال كلما أردنا أن نستلم وثائقنا المتعلقة بالأرشيف التاريخي يظهر لنا على العلن قانون فرنسي يلزم الدولة الفرنسية بعدم تسليم أي وثيقة تاريخية تتعلق بالجزائر إلا بعد مصادقة البرلمان. قال وكنا نطمح أن يكون لبرلماننا الجزائري كذلك قانون ننافح ونكافح من خلاله. ويعني وقال أن اكتشفنا أن المعركة حتى في هذا الحوار يعني هنا كنا بحاجة إلى ندية في القوانين. لهذا هو يرى أن هذه الخطوة وهذا القانون سوف يعطيه أرضية صلبة، سوف يسند هذه اللجنة بقدر كافي حتى يمكن هذه اللجنة من وسيلة قوة ووسيلة ضاغطة ربما من خلالها سوف تصل اللجنة إلى مبتغاها وإلى ما ترنو إليه. هل خضع القانون منذ مرحلة صياغته واقتراحه إلى تعديلات كثيرة سيد زكريا؟ طبيعة الحال إذا كنت تتحدث على قانون لجنة الصياغة المشتركة يعني نحن كلجنة عدلناها أكثر من مرة، لأنه حاولنا أن نوسع المشاركة، أن نوسع الاستشارة. يعني استضفنا سيد زغيدي وأعضاء لجنته، استضفنا مجموعة كذلك من الخبراء في التاريخ، ثم حتى الإعلاميين الذين اشتغلوا على ملف الذاكرة، ثم خبراء في القانون الدستوري، خبراء في القانون الدولي، حقوقيين مختصين في صياغة القوانين والتشريعات. وكنا نصيغ هذا القانون أكثر من مرة، لأننا كنا نقوم بجلسات عصف ذهني، ربما عقدنا أكثر من 30 لقاء حتى وصلنا إلى مسودة يعني لقيت نوعا ما إن صح التعبير الإجماع من طرف الأعضاء. وكنا نعتقد أن هذه المسودة يعني قدمت ما القدر الكافي من الوسائل والآليات وتم إنضاجها بالقدر الكافي يعني. طيب، من بين النقاط التي ربما أنت أشرت إليها ضمن إجابتك المادة 17 كل نشاط إعلامي أو أكاديمي أو ثقافي أو سياسي يهدف إلى إحياء الأفكار الاستعمارية أو الإشادة بها وإنكار اعتبارها جريمة نعم. هذا من ضمن التعديلات التي ربما كانت المقترحة في القانون. وهنا السؤال، هل تقصدون فقط النخب التي تكتب والتي تعرف بحزب فرنسا؟ نعم. ويعني يتشدقون بفرنسا الاستعمارية. وأحيانا المواطن العادي تعرف عندما يغضب من أوضاعه الحالية يقول لك يحصرها فرنسا، شوفوا البنية اللي خلاته، شوفوا هل هؤلاء يقعون تحت طائلة العقوبة بسبب هذا القانون؟ صح. حتى في جلسات النقاش وحتى في جلسة النقاش مع لجنة الدفاع حينما كان النواب يتناقشون حول بعض التعديلات طرح هذا الإشكال، وهل هذا القانون موجه للنخب المصرة والمتعمدة والمتبنية لهذا الطرح، أم هو حتى للعامة التي ربما قد تتعرض إلى التحايل أو تتعرض إلى المغالطة. يعني في آخر المطاف معروف أن القانون لا يحمي المغفلين. لو كان القوانين كلها تشرع في العالم، لو كانت القوانين تنظر إلى نية فاعل الجرم لم يعد هناك للقانون. لهذا وإن كانت هناك قسوة، هناك حدة، ولكن نحن نراها ضرورية خاصة في هذا المجال. وحتى في العقيدة الإسلامية دائما يغلق الباب أمام الشبهات، يعني تكون مشددة العقوبات والأحكام أمام الشبهات حتى لا يقع الإنسان في المحظور. لهذا لن يعذر الجاهل بجهله في ملف كما هذا، لأنه لا يصح عليك أن تكون مواطن جزائري وأنت لا تمتلك الحد الأدنى من الوعي الذي يجعلك تفرق بين من هو عدو ومن هو صديق، بين المجرم والضحية، مع وضعها في السياق الزمني 1830 1960 بطبيعة الحال. تتحدثون عن الإشادة التي يمكن أن تقع بخصوص هذه الفترة، يعني حتى الحال المشاهد يفهم. نعم، ليس الكلام عن فرنسا في حد ذاتها، لأنه كاين بزاف طلبة يذهبون إلى فرنسا، أطباء هاجروا، العقول التي تذهب إلى فرنسا. لا يجب على القاصي والداني أن يفهم أن أولا الجزائر دولة مسالمة ولا تستعدي أي طرف آخر، ونحن من خلال هذا القانون نحن نجنح إلى السلم، ولكن قلنا نحن نجنح إلى السلم ليس على حساب الجزائر وليس على حساب، وهذا الحق هو تاريخي لا يحق لأي كان أن يتنازل على حق لهذه الأمة.
وهذا الحق يعني مليء بالدماء وبالتضحيات، ليس بالسهولة أن يتنازل عليه المرء. الأمر لا يتعلق بالدولة الفرنسية الحالية ولا بالشعب الفرنسي، ولكن يتعلق بالذهنية الكولونيالية للدولة الفرنسية الحالية ما بقيت متمسكة بها. هل هنالك جوانب تتعلق بكتابة التاريخ أستاذ زكريا في ظل نقاش أثير مؤخرا حول رموز الثورة وكيف نتعامل معها ومن يتحدث عنها؟ نعم، المادة التي تليتها الآن والمادة التي لا تليها علاقة بالموضوع. نعم لها علاقة بالموضوع، لأنه حتى يعني الطرح الأكاديمي يجب أن يكون أكاديميا ويجب أن يستند إلى معطيات علمية. نحن كسياسيين دائما نرافع ونناظر إلى الحد الأقصى من الحرية، لكن هذه الحرية يجب أن تؤطر كذلك بقيم وضوابط حتى لا تصير فوضى. الطرح الأكاديمي إذا كان يستند على أطروحات علمية حقيقية ينقذ بطرح أكاديمي آخر، ولكن التعدي إن صح التعبير على الطرح الأكاديمي بكيل الاتهامات وتخوين الناس، وهذه الجرأة التي صرنا نراها خاصة مع مواقع التواصل الاجتماعي صارت مفتوحة للجميع، وصار لأي شخص أن يعتلي منبرا ويدلي بدلوه. هكذا حتى يفهم الجزائريون أن ملف من هذا النوع وعالم أو فن من هذا الفنون ليس متاحا للجميع. وإن لم تفهم الناس يعني بالحوار سوف يفهم العامة بالعقاب. هل هنالك أولويات أيضا؟ هذا القانون قد يفتح نقاشا مع فرنسا فيما يتعلق بملف الذاكرة. هل تذكرون بعض الأولويات مثلا استرجاع الأرشيف، أم الأولوية لتنظيف أماكن التجارب النووية، تقديم تعويضات، أم أن المسألة تؤخذ هكذا وتترك للمفاوضات؟ والله الأمر الآن يترك. نحن كمشرعون نحسب أننا قدمنا في مساحتنا وفي إطارنا ما يمكن أن نقدمها. الآن الكرة في ملعب الدبلوماسيين وفي المؤرخين ولجنة الذاكرة، وبطبيعة الحال المؤرخين ولجنة الذاكرة وحتى الدبلوماسيين إذا اقتضى الأمر وتذهب الجزائر إلى إجراءات عملية مثل التقاضي في المحاكم الدولية وإجراءات قانونية في هيئة الأمم المتحدة، فالجهاز الدبلوماسي الجزائري هو أدرى وهو أوعى وأتقن لفنه، وهو يعي بطبيعة الحال ما ينبغي أن يكون. ما أنا واثق منها أن الجزائر دائما تحاول أن تغلب الحوار، تحاول أن تفتح طاولات الحوار في موضوع ودي ولجنة الذاكرة خير دليل، ولكن إذا لم يكن هناك تجاوب ونحن نتوقع أن تكون ردات فعل. وقد سمعت وأنا آتي إليك في الطريق، لم أتأكد من المعلومة بعد، أن الرئيس الفرنسي أعطى تعليمة لروطايو حتى يفتح يعيد النظر في اتفاقية 68 يعني. صحيح. بطبيعة الحال سوف تكون هناك ردات فعل وهناك ابتزاز وهناك استفزاز، لكن نثق في السلطة الحاكمة في البلاد ونثق في حنكتها وحكمتها وإدارتها لهذا الملف. طيب آخر سؤال. أحد وزراء الخارجية الفرنسيين قال مرة بأن العداوة لفرنسا، عداوة الجزائري، ستنتهي بانقراض جيل الثورة والمجاهدين، والآن أنت أمامي ما شاء الله من جيل الاستقلال، واحد أكثر المدافعين عن خروج هذا القانون إلى النور، وهو ما تم اليوم فعليا ورسميا. ما الذي خطر ببالك زكريا بالخير وقد تمت المصادقة اليوم على هذا القانون؟ والله أنا استفزني هذا السؤال. يعني من الأساس يستحيل أن تنتهي عداوتنا لما فعله فينا المستعمر الفرنسي. يعني صورة واحدة فقط من الأرشيف الدموي حينما نراها، يعني حينما نرى تلك الأم الجزائرية وقد جردت من ملابسها، لن نغفر لفرنسا ولو عشنا ملايين السنوات، ولن نغفر هذا الإجرام الذي حدث. وليكونوا على يقين يعني أن الجيل تلو الجيل أبدا لن يغفر لفرنسا ولن يغفر للمستعمر الفرنسي ما الذي حدث، ولن يغفر لكل شخص يتبجح ويمجد هذا الاستعمار. يستحيل أن نتصالح ونتسامح ونفتح صفحة بيضاء، صفحة جديدة كجيل جديد، إلا بعد أن يتخلص صاحب القرار في فرنسا. يعني عيب على الدولة الفرنسية التي لديها قانون تمجد فيه الاستعمار. يعني هذه السلطة يستحيل أن نعيش معها صفحة بيضاء. السلطة التي لديها الآن متحف وهي تتغنى بالديمقراطية وتعتبره مزار سياحي، متحف تسميه بمتحف الإنسان، تعلق فيه جماجم الأبرياء الذين قتلتهم والذين نكلت بهم. هذه صورة وحشية ودموية ومتخلفة يستحيل أن نتصالح معها كجيل جديد، إلا إذا كانت هناك شجاعة كبيرة من طرف الجيل الجديد في فرنسا الذي نراهن عليه وننتظر منه أن يرتقي ويتخلص من براثن هذا الفكر المتعفن، هذا الفكر الرجعي والظلامي.
إذا هنيئا لنا بهذا، ليس مجرد نص تشريعي ولكنه موقف تاريخي طبيعة الحال. الذي حدث اليوم. زكريا بالخير، يعطيك الصحة، رئيس لجنة التربية في المجلس الشعبي الوطني وأحد أعضاء لجنة صياغة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي. تحية شكرا لك أخي لك غادة. زكريا، يحفظك. وشكرا للمشاهدين. السلام عليكم.